السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. بقالكم كام يوم ما شفتنيش، ولكن ربنا ما يكتب عليكم التردد وضعف العزيمة وانعدام الشغف، وخصوصا لو كنتوا بتحاولوا في حاجة لوحدكم للأسف. خلوني بقى احكي لكم عن موقف جميل جدا حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما نبدأ صل على النبي، ما تبقاش بخيل. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو اجتمع بالناس علشان يلقي عليهم خطبة سواء يوم الجمعة أو في غير الجمعة، يتخذ جذعا من النخل يتكئ عليه. يعني في جذع شجرة صغير كده من نخلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسند عليه علشان يلقي الإيه؟ وقت ما هو بيلقي الخطبة. حتى إذا كثر الناس، لحد ما عدد الناس زاد يوم بعد يوم، المسلمين عددهم بيزيد، فعدد الناس اللي بتسمع الخطبة برضه بدأ يزيد. فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ منبرا. حد من الصحابة اقترح على النبي إن هو يعمل له منبر، حاجة تكون عالية شوية، حتى إذا خطب في الناس، لما النبي يقف يخطب في الناس يراه كل من يستمع إليه. ووافق النبي على ذلك. النبي وافق وقال لهم تمام، ما فيش مشكلة. وبالفعل صنع للنبي منبرا من 3 درجات، يعني درجتين النبي صلى الله عليه وسلم يطلعهم ويسند على الثالثه يجلس عليها او يقف عليه. وجه ميعاد اول خطبه على المنبر الجديد. حتى اذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، بمجرد ما النبي طلع على المنبر سمع كل من في المسجد صوتا يشبه صوت الانين. الناس اللي قاعده في المسجد سمعت صوت كده، صوت حزين ومكتوم. وفي بعض الروايات إنه صوت يشبه صوت الجمل الحزين. الجمال بالذات لما بتكون زعلانة بتصدر صوت مكتوم كده، صوت زعلان جدا. ويفاجأ كل من في المسجد إن الصوت ده طالع من الجذع اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يتكئ عليه. الجذع اللي لا بيحس ولا بيشعر ولا بينطق ولا يتكلم، شعر بالحنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصدر صوتا يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نزل من على المنبر واحتضن الجذع فهدأ. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بنقول كده حضن الجذع وطبطب عليه لحد ما الجذع سكن وهدأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: لو لم أحتضنه، لو أنا ما حضنتوش، لظل يئن حنينا إلى يوم القيامة. لكن فضل يصدر الصوت ده لحد يوم القيامة حنينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.